السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة بإذن الله احنا هنراجع مع بعض الوحدة الأولى في الجغرافيا، ولكن هيكون على أكتر من جزء. أنا طالبة منك إن أنت تركز في المراجعة دي لأنها هتكون مهمة جدا، خصوصا في الفترة دي لأن احنا في امتحانات شهر فبراير، زائد إن هي هتكون مهمة جدا لامتحان آخر العام. بالنسبة لأول درس في الجغرافيا وهو الزراعة في وطننا العربي، احنا هنفتكر مع بعض أهم النقاط اللي وردت في الدرس ده، ولكن شرح الدرس بالتفصيل هيكون اللينك بتاعه موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو أو في الديسكريبشن بوكس. بالنسبة لأهم النقاط في درسنا هو الزراعة في وطننا العربي، احنا هنفتكر مع بعض اتكلمنا طبعا عن موارد المياه العذبة في الوطن العربي. يعني المياه العذبة دي موجودة في الوطن العربي فين؟ فهي موجودة في 3 مصادر، يا إما في أمطار أو مياه سطحية، والمياه السطحية فهي بتشمل أنهار وبحيرات. بالنسبة للمياه الجوفية فهي بتشمل طبعا يا إما هتكون موجودة أو إحنا بنستخرجها من عيون أو آبار. مياه سطحية على سطح الأرض أنهار وبحيرات عذبة، إنما مياه جوفية فهي طبعا يا إما هتكون على شكل عيون أو آبار. طيب تاني نقطة احنا هنتكلم طبعا وهنفتكر مع بعض مناطق توطن الزراعة في الوطن العربي، ودي طبعا احنا قسمناها إلى 3 مناطق، وده على حسب ايه؟ ده على حسب المنطقة نفسها بتعتمد على ايه في الزراعة. يعني الري في الزراعة في المنطقة مثلا مناطق بتعتمد على الري على المطر، مناطق وهي اللي بتعتمد على الري من الأنهار. 3 المناطق اللي بتعتمد على المياه الجوفية. بالنسبة للمناطق اللي بتعتمد على المطر فإحنا لازم نركز في الجزئية دي. ليه؟ لأنها طبعا المناطق اللي بتعتمد على المطر كلها موجودة أو معظمها في الأجزاء الشمالية من الوطن العربي، فممكن في الامتحان يحدد لك مثلا على الخريطة أي جزء من أجزاء الشمالية في الوطن العربي ويطلب منك المنطقة دي بتعتمد على إيه؟ الري طبعا من المطر، زائد ايه المناطق تاني في الوطن العربي بتعتمد على الري من المطر؟ اليمن، وكمان جنوب وجنوب، جنوب الصومال وجنوب موريتانيا. أما الري من الأنهار فهو موجود طبعا في كل المناطق اللي موجودة فيها أنهار. طيب إيه الأنهار اللي موجودة في الوطن العربي؟ 1 نهر النيل اللي موجود في مصر والسودان. 2 نهري دجلة والفرات في العراق. 3 نهري جوبا وشبلي في الصومال. طب بالنسبة للمياه الجوفية فأكيد وطبيعي جدا فدي طبعا موجودة في المناطق الصحراوية زي الواحات الخارجة والواحات الداخلة في مصر. طب بالنسبة لمشكلة الزراعة في الوطن العربي ليها مقترحات هنفتكرها مع بعض. 1 ان احنا لازم نوفر المياه اللازمة للزراعة عن طريق ان احنا نهتم بمشروعات الري. يعني ايه مشروعات الري؟ زي ان احنا نقيم سدود وخزانات، نوسع في عمليات تحلية مياه البحر، نستخدم الطرق الحديثة للري زي الري بالرش والري بالتنقيط. بالنسبة لتاني مقترح وهو ان احنا لازم نستغل كل الاراضي الصالحة للزراعة ونمنع البناء عليها. 3 لازم نستصلح كل الاراضي الصحراوية ونزرعها. 4 لازم نكافح مشكلة التصحر. طب وهنكافحها ازاي؟ هنكافحها يا اما نعمل مصدات للرياح لان طبعا بيحصل زحف للرمال. 2 يا اما ان احنا ننظم عملية الرعي الجائر. 5 مقترح وان احنا لازم نستخدم الاساليب التكنولوجية الحديثة علشان نزود القدرة الانتاجية للارض الزراعية. التانية في المراجعة بتاعتنا النهاردة فإحنا هنختص بيها الأهم الأسئلة اللي ممكن أو متوقعة تورد من درس الزراعة في وطننا العربي. أول سؤال هو بما تفسر قيام الزراعة في الوطن العربي؟ يعني هو طالب منك هنا تذكر له إيه العوامل اللي أدت إلى أو ساعدت على قيام الزراعة في الوطن العربي. طبعا احنا فاكرين السنة التانية ان هي عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية زي المياه العذبة والتربة الخصبة والمناخ المتنوع. بالنسبة للعوامل البشرية فهي زي الأيدي العاملة المدربة ورأس المال والسوق. سؤال وهو بما تفسر زيادة الطلب على المنتجات الزراعية في الدول العربية؟ يا ترى ايه سبب الزيادة في الطلب على المنتجات الزراعية؟ ده طبيعي جدا يا سنة تانية بيرجع لسببين. بسبب زيادة السكان بيزيدوا، وزائد ان هما في زيادة في السكان فأكيد هيكون في زيادة في طلب المنتجات الزراعية، زائد كمان ارتفاع مستوى المعيشة في الوطن العربي.
السؤال الثالث، بما تفسر اختلاف مناطق توطن الزراعة في الوطن العربي. يعني السؤال ده بيقصد بيه ليه في مناطق مختلفة أو بتقسم المناطق الزراعية في الوطن العربي لأكتر من منطقة. وطبعا احنا قسمنا المناطق الزراعية لأكتر من منطقة ده على حسب مصدر المياه العذبة اللي بتعتمد في المكان ده أو في المنطقة دي عليها الزراعة. فمثلا هنا إجابتنا هتكون بسبب تنوع مصادر المياه العذبة التي تعتمد عليها الزراعة في الوطن العربي، فتوجد مناطق زراعة على المطر، ومناطق زراعة على الري من الأنهار، ومناطق زراعة على المياه الجوفية. 4. بما تفسر قيام الزراعة في الأجزاء الشمالية من الوطن العربي. ليه؟ ايه السبب؟ فطبيعي جدا يا سنة تانية احنا طالما بنقصد بها الأجزاء الشمالية في الوطن العربي فدي الأماكن اللي بيتم فيها هبوط الأمطار، فده بسبب توافر مياه الأمطار. 5. بما تفسر قيام الزراعة في الواحات الداخلة والواحات الخارجة بمصر. طبعا يقصد بالسؤال ده يعني بالرغم ان الواحات الداخلة والخارجة دي اصلا هي مناطق صحراوية الا وانها بيقام فيها زراعة، ده ليه؟ برافو يا سنة تانية، ده بسبب توافر المياه الجوفية اللي موجودة في المناطق دي وبالفعل بتستغل في الزراعة. هنا بسبب توافر المياه الجوفية التي تستغل في الزراعة. 6. بما تفسر أهمية الزراعة لسكان الوطن العربي. ده طبعا الزراعة بتوفر 4 حاجات. بتوفر ايه؟ بتوفر لنا احتياجات لمين؟ لسكان الوطن العربي. من ايه؟ من المواد الغذائية المختلفة اللي بتزرع. 2. بتوفر ايه؟ بتوفر فرص عمل لمين؟ لسكان الوطن العربي، فبالتأكيد فبيعمل بيها حوالي نصف سكان الوطن العربي يعني بنسبة 50%. 3. بتوفر ايه؟ بتوفر المواد الخام للصناعة. يعني ايه مواد خام؟ يعني زي القطن وقصب السكر والفاكهة والخضروات. 4. بتوفر رؤوس أموال، بتطلع دخل، فاحنا بنستخدمه في إنشاء العديد من المشروعات. طيب السؤال السابع، بما تفسر حدوث ظاهرة التصحر بالوطن العربي. يا ترى ايه سبب حدوث ظاهرة التصحر في الأراضي الوطن العربي؟ ليه؟ أو ممكن السؤال يكون بصيغة تانية، بما تفسر تناقص مساحة الأراضي الزراعية بالوطن العربي. ده بيرجع لعدة أسباب، هنبدأها بتفاوت كمية المطر، زحف الرمال، الرعي الجائر، قطع الأشجار، الإفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة. دي كده العوامل اللي أدت إلى ظهور أو حدوث ظاهرة التصحر، أو ممكن السؤال طبعا على حسب صيغته اللي أدت إلى تناقص مساحة الأراضي الزراعية بالوطن العربي. في المراجعة بتاعتنا هنبدأ بأسئلة ما النتائج المترتبة على. ايه النتائج اللي ترتبت على تذبذب معدلات الامطار من عام لاخر في الوطن العربي؟ يعني مش كل سنة بتكون الامطار او معدل المطر بيكون ثابت، ولكن مرة بيكون زايد، مرة تانية بيكون في قلة في كمية المطر. ده ادى الى ايه؟ الى تذبذب الانتاج الزراعي في الوطن العربي. 2. زيادة الطلب على المنتجات الزراعية في الدول العربية. ده ادى الى طبعا الدول العربية سعت الى التوسع في النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج، زائد إن هم عملوا على تحسين المنتجات الزراعية دي علشان تنافس غيرها من الدول الأخرى. ما النتائج المترتبة على تنوع المناخ في الوطن العربي بالنسبة للزراعة؟ بما أن الدول العربية مناخها متنوع من دولة للتانية، فده أدى إلى إنتاج محاصيل متنوعة، ويمكن استثمار هذا التنوع في إن احنا نتبادل أو نتكامل ما بيننا وبين بعض في الدول العربية في المحاصيل الزراعية. النتائج المترتبة على توافر عوامل قيام الزراعة في الوطن العربي منذ القدم. بما ان في عوامل كتير مساعدة على قيام الزراعة في الوطن العربي، ولكن الكلام ده منذ اقدم العصور. ده ادى الى ايه؟ ده ادى الى استقرار الانسان وقيام اعرق الحضارات القديمة في الوطن العربي، زي حضارة مصرية قديمة الفرعونية وحضارة بلاد ما بين النهرين اللي هي في العراق. احنا اتكلمنا على مقترحات لمشكلة أو المشكلات اللي بتواجه الزراعة في الوطن العربي، وده في بداية المراجعة بتاعتنا، ولكن هنا سؤالي بيخص المشكلات أصلا اللي بتواجه الوطن العربي. دلل. تواجه الزراعة في الوطن العربي عدة مشكلات، هنذكر المشكلات اللي بتواجه الزراعة في الوطن العربي. 1. تذبذب الإنتاج. 2. عدم استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة. قلة استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة. حدوث ظاهرة التصحر. طيب وطبعا بيرجع تذبذب الإنتاج الزراعي في الوطن العربي ليه؟ ده بسبب اعتماد معظم الزراعة في الوطن العربي على مياه الأمطار، وهي غير ثابتة، يعني متذبذبة في أوقاتها وكمان في كميتها.
وبركاته.